رجاله اولى ثانوي عاملين ايه؟ ما شفتكوش بقالي يومين. ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ وكل شويه فيديوهات في ايه؟ كل شويه اسئله وكومنتات. بمناسبه الكومنتات، صح، عرف لي يعني ايه تفكير، وقول لي ايه الاربع انماط بتوعه او الاشكال اللي تثير العقل يعني. فرق لي بينهم في الكومنتات. يلا كده سخن الدنيا عشان هنتكلم النهارده عن التفكير الناقد والابداعي. حبيبي يا صاحبي، يلا بينا. قبل ما ابدا، ما تفرق لي بين الاربع اساليب بتوع التفكير كمان بالمره. شوفك كده مصحصح ومركز ولا ايه الكلام؟ يقول لك يقول ان التمهل استنى وتأنى. انا خلصت. لحين التحقق. انا خلصت. السؤال اللي بعده، ادراك الفرد بانه متفرد، محدش بيعمل اللي انت بتعمله ده، يبقى ده ابداع. بالابداع بالاقناع سهم في ارتفاع. السؤال الثالث بيقول لك الاشياء ليست دائما على ما تبدو، وان ما يبدو صواب قد يكون خطأ. والله انا محتاج اتاكد اتاكد. صح، الكلام ده احنا ما بنقولوش هنا. سوري، بنقوله هناك في الحصص. ماشي. السؤال الرابع، مرحلة تأتي بعد التقييم والتعديل وفيها يتم التنفيذ وتقديم المنتج النهائي بما يتلائم مع الظروف، يعني بالشكل اللي ينفع. اتأكد. السؤال الخامس، المبدع لديه استجابات متنوعة لشيء واحد. واستجابات متنوعة يخرب بيته. خد بالك من المتنوعة دي. متنوعة مش يعني كتير، متنوعة ان فيها اختلافات. ايه؟ لا انا مالي النهارده عمال اقول لكم الكلام ليه؟ يا ربي. بص، احنا هنكمل ده كده ونعمله بقى ايه، عش وغروب، مش مشكله. السؤال السادس، البعض يسعى الى الفهم كما يسعى الى التعرف على المشكله وردها لاسبابها. اسبابها. يا ريت تركز في اللي بنقوله في الحصص. بالمناسبه، فرق لي بين التفسير والاستنتاج والتقويم تحت في الحصص، تحت في الكومنتات، وما تقولش اللي بنقوله في الحصص. السؤال السابع، كي يتوصل باحث علم اجتماع إلى حل مشكلة التسرب من التعليم عليه أن يستعين بكافة الآراء. كافة الآراء يعني هيعمل إيه؟ ما قلتليش إيه رأيكم في الفريم الجديد؟ شكله أحلى، صح؟ والله بنحاول. السؤال الثامن بيقول لك قدم بعض الشباب فكرة مبتكرة جديدة محدش عملها قبلهم انهم يعملوا مغسلة سيارات متنقلة. يا سلام. بتقوم عامل كده، وتقوم طالع كده، وتقوم كفاية، ولا نكملها؟ ونقوم نازلين كده ونقوم كده اهو، ونقول لك بقى دي ايه؟ علامة الطيارة من ورا كده ما بتبقاش باينة، فنعمل لها. يلا مش مهم. السؤال التاسع، قامت إحدى شركات التسويق التي تعرض منتج معين بتقديم أو بتحديد أوجه القوة والضعف. هو كويس في إيه ووحش في إيه؟ احنا لسه مفرقين في الكومنتات. بالمناسبة، فرق لي بين التفكير الناقد والإبداعي تحت في الكومنتات. السؤال العاشر، اكتشف العلماء الري بالتقطير للأراضي والذي يعد في استخدامه حديثا. حاجة جديدة تبقى مش مألوفة. ايه ده؟ شفت الحركة دي؟ ده اختفى واحنا بنكتبها. سؤال 11، قام صحفي بمحاولات كثيرة لمعرفة كل الأخبار الخاصة بحادثة معينة. الراجل ده بيعمل ايه؟ كل الأخبار بيجمع معلومات. السؤال 12، وقع صديقي في مشكلة عندما وجد ان مكتبه الجديد حجمه اكبر من حجم باب الاوضه اصلا، فاضطر يقيس المكتب ويقيس الباب عشان يعرف ليه الباب مش راضي يعدي من هنا. هو لسه بيتعرف على المشكله، فبدل ما بيتعرف يبقى بيعمل تهيئه. سؤال 13 بيقول لك قام المشرف على رساله ماجستير لاحد الباحثين بالكشف عن اوجه النقص، ناقصك كذا. القلم ده تحفه. السؤال 14، بص عيني جري كده، لقيت في حته تحتها خط، ومن هنا او ما تلاقي خط ما تقراش بقيه الجمله.
لما يكون بيسأل على اللي تحته خط يقول لك يكشف الحل. اكتشف الحل. وجدتها. السؤال 15. المهارة العقلية اللي بيستخدم فيها الفرد ما يملكه من معارف ومعلومات تمكنه من الوصول إلى حقائق مش معروفة. باللي معاه يعرف اللي مش معاه، يتوقع. السؤال 16. المرحلة اللي بيصل فيها الفرد إلى واو، شفت الخروج من المأزق اللي كان بيواجهه. بيعرف يخرج من حاجة. اوكي، ده تحقق الطالب من هذه الفكرة. يا مزاجه. سؤال 17. قدرة الفرد على فحص المشكلة اللي بتواجهه وتوضيح إذا كانت النتائج اللي توصل لها لحل هذه المشكلة مقبولة ولا مش مقبولة. يا سلام، بيتأكد مقبولة أم لا. والله أنا حاسس درس سهل أوي يا جدعان. ما تيجي ما نحلش؟ لا نكمل طبعا. السؤال 18. طلب المعلم من الطلاب عمل بحث عن الطاقة وتكتب اسمك في البطاقة ومرات الجمل اسمها ناقة وكل الحاجات دي. وسأل معلم الطلاب من أين سوف تحصلون على المصادر لعمل البحث، فأجاب أحدهم سريعا سؤال 19 عشان مش عايز اقولها ببقي صراحه، في حاجات كده ما ينفعش نقولها. سؤال 19 بيقول نجاح فكره اصلا مش هكمل. انت لو بتركز في اللي بنقوله في الحصص كان زماننا خلصنا الفيديو ده من 5 دقايق. سؤال 20. ارجع الباحثين ان اهم اسباب انتشار الامراض هو زياده التلوث البيئي حول الانسان. سؤال 21 بيقول لك توصل العلماء لما يسمى بالنظارات المتكامله. بص بقى، دي عباره عن ايه؟ حاجه جديده. طيب اهي عشان اصاله. بالمناسبه دي اكتب لي حاجه الاصاله تحت في الكومنتات. سلام. وبالمناسبه هسالك سؤال بسيط مش لاقي اي اجابه ليه. لا انا لاقي عادي، بس هي اصاله قالت كده. فرق لي بين اصاله وانغام تحت في الكومنتات. السؤال ال 22. مرحلة اندماج الشخص في دراسة أبعاد المشكلة ودراسة الظروف اللي بتدور حولها بشكل يعزله. الراجل اندمج. مندمج. لا ما تندمجش، انت خليك في اللي انت فيه. سؤال 23 بيقول لك قدرة الفرد على قياس مصداقية اتأكد. سؤال 24 بيقول لك اقتراح باحث حل لمشكلة التسرب عن طريق توفير حل صحيح. حل. سؤال 25 يجب على الفرد اطلاع على كل المصادر والمراجع اللي تنير له افاق عديده يمكن تمكنه من رؤيه المشكله بوضوح. سؤال 26 لحظه بزوغ. سلام على بزوغ دي. وجدتها. سؤال 27 بيقول لك إذا لم يكن لديك استعداد لتغيير خطتك في كل مرة بتواجه فيها تحديات ومصاعب مش هتعرف تغير. احنا كاتبينها بين قوسين دي. شكلك ما هتركزش في اللي هنقوله. اخبطك عيارين ولا اديك قلميتها. سؤال 28 عملية ذهنية تهدف لجمع المعلومات ورؤية المواد والخبرات والبيانات. تراكيب جديدة دي غير التراتيب اللي في الأوضة عندك. سؤال 29 تم إذاعة إحدى المسلسلات التاريخية عن فترة حكم أسرة محمد علي فتجعل البعض لفحص ما ورد راحوا يتأكدوا
ايه ده؟ سؤال 30. بعد انتهاء دورة تعليم اللغة الإنجليزية قام المحاضر بإبلاغ الأفراد بعيوب ومزايا، كل واحد عنده حلو ووحش، يا مزاجه، ده حكم ده ولا إيه؟ سؤال 31. عندما يقوم مدير شركته بالتفكير في طرق جديدة، ما قال لك جديدة. سؤال 32. تقديم الشخص لفيض وفير من الأفكار والمقترحات في ضوء معين في وقت معين. كتير في وقت، كتير في وقت، أفكار في وقت، أفكار في وقت. فنان أبيو هنا بيبقى مبسوط قوي. السؤال 33. المرحلة القابلة للتنفيذ وقد يتم فيها اعتماد الحل اللي تم التوصل إليه أو تعديله. بيروح وينفذ يا مصاحبي، يا جداي قوي يا بطل عارفة. سؤال 34. قدرة الفرد على الإلمام. عادل إلمام. إفيهات مدرسين. سؤال 35 بيقول لك عملية تقويم الحجج والمعلومات والوقائع والتأكد من الآراء اللي بتخص الموضوع وبيان الجانب السلبي والإيجابي. سؤال 36 بيقول لك طلب من شخص ما أن يقدم استخدامات للقلم الرصاص بعيدا عن الكتابة، فقدر يجاوب على السؤال ده بسرعة. فاكر هذا اللي احنا لسه لمسمينه من شوية؟ ماشي. سؤال 37 بيقول لك خطوة تعرف بالعمق العقلي اللي بيتم فيها التحليل والتقييم بتوازي التحليل. واخد لي بالك بتوازي ايه التحليل؟ فاكر انت كتبنا ايه وما سيبنا ايه؟ شكلك مش مركز والله، شكلك مش. عشان اتاكد فرق لي بين مرحله الاحتضان ومرحله الاعداد تحت في الكومنتات. سؤال 38. معرفه، هم خطوات طبعا مراحل، معرفه المعاني الخفيه وراء اجابات التساؤلات في الموضوعات المختلفه. الراجل بيعرف يخش لمعرفه مدى صدقها وارتباطها، يبقى بيتاكد. مزاج 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 مزاج. سؤال 39 قال لك عندما تفكر بعمق في مشكلة تدرك فجأة الحل. وجدتها. مش عارف انا النهارده عمال اكتب للناس كلها ليه. طيب ولادة شرارة الإبداع. ثانية واحدة. ولادة شرارة الإبداع السبوع امتى؟ سؤال 40 بيقول لك تقدم أحد الأشخاص إلى وظيفة في أحد الشركات وأثناء عمل اختبار التقييم، فجاهم ممتحن بسؤال وعلى فور رد بإجابة تناسب مع السؤال ولذا خدوه. الراجل ده بيعرف ينتقل بكفاءة بين الأفكار. أكيد. إنه المبدع. قام العلماء بصنع نظارات القيادة الليلية لمساعدة السائقين اللي بيعانوا من الرؤية بوضوح أثناء القيادة. ما بيشوفش كويس. صناعة. يبقى حاجة جديدة. أصالة مبسوطة منك قوي. سؤال 42. قام أحد المهندسين بعد معرفته بإعلان الشركة عن أفضل مشروع لتجمع سكني بتجهيز العديد من الرسومات الهندسية لأكثر من تجمع سكني. العديد يبقى فيه طلاقة، بس دي مش طلاقة كلام، دي طلاقة أفكار. السؤال 43 بيقول لك استطاع عالم مش عارف ايه اكتشاف أصالة. فين أصالة؟ هي أصالة. نفسي أسألك سؤال بسيط. سؤال 44. عند قراءة الأخبار أو المعلومات على الإنترنت يساعدنا التفكير الناقد على تقييم مصداقية هذه المعلومات وفهم السياق من مهمنا انتشار الشائعات. فاكر انت انتشار الشائعات ده ايه؟ بالمناسبة فرق لي بين التسرع في الحكم والقابلية للاستهواء تحت في الكومنتات. سؤال 44 بقى هنا قال لك بيخليك تعرف تصدر حكم. هو ده كان تعريف ايه؟ واخد لي بالك انت؟ ايوه اهتم يا اخي. سؤال 45. لم يستطع والدي فتح باب المنزل وفكر في حل بديل باستخدام السلم للصعود للشرفة وفتح الباب من جوه، فبابا ما عرفش يعمل دي، عمل دي بدلها. يا ولد يا بابا. سؤال تحتيه خط نتأكد. قال لك يبرهن ما تحته خط. عندئذ نضطر إلى إرجاء العمل بمحاولة التفكير فيها بالجلوس لساعات فكر فيها كتير. يبقى دي مرحلة الاحتضان. خلصنا الحصة.
فالنضارة تنزل معلنة انتهاء هذا الفيديو. بس هنشوفكم على خير. اسأل في اللي انت عايزه، اللينكات عندك تحت، تقدر تراجع كل حاجة وافتكر اللي بنقوله في الحصص وفي الملخصات. كان معكم مستر إبراهيم أبو بكر، ودي قناة إبرة على اليوتيوب. سلام يا صديقي.